اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير كتير والله العظيم. انا عارفة ان انا غايبة بقالي كتير قوي، وبقالي فترة كبيرة ما بنزلش فيديوهات، بس والله انا يعني غصب عني بجد، يعني اعذروني. وان شاء الله اللي جاية احلى، وكل سنة وانتوا طيبين. والله كان نفسي انزل لكم فيديوهات لشهر رمضان والعيد والكحك والكلام دوت، بس للاسف يعني ما حصلش نصيب. انا كان نفسي والله قوي انزل في شهر رمضان، بس يلا. آه يعني ان شاء الله كده هتتعود رمضان الجاي ده لو لينا عمري يعني وكده. فاعذروني يا حبايبي، والله اخرت عليكم قوي. و يلا الجديد بقى جاي ان شاء الله، وكل حاجة هتبقى حلوة بإذن الله. وادعوا لي ادعوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل والاشتراك في القناة فضلا وليس امر. بحبكم في الله. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. انا كده بدأت اول الفيديو في الفراخ. طبعا حطيتها على النار بعد ما غسلتها غسلة حلوة، وطبعا قلت لكم في كام فيديو قبل كده الفراخ بتتغسل ازاي. انا والله يعني بحب انزل فيديوهات يعني وكده عشان خاطر تشاركوني واشارككم يومي، واللي كسلانة تقوم يعني تتشجع وتعمل حاجات وكده لأولادها. معلش يا حبايب قلبي، دي كتير مسجلتش فمتلخبطة شوية ومتوترة. المهم النهاردة ايه هنعمل زي ما شفت في اول الفيديو. الفراخ سلقتها وحطيتها على النار وسبتها يعني تتسلق وكده. ماشي. وريتكم الطلبات اللي جبتها بتاعت اليوم يعني وكده. والنهاردة هنعمل بسلة بالجزر. ان شاء الله يا حبايب قلبي الفيديو يعجبكم. وبجد بجد لو انا غالية عندكم اكتبوا لي اي كومنت حلو كده وفرحوني، واللايك بتاعكم الجميل. والله انا بفرح قوي لما يجيلي كومنت حلو او يجيلي اشتراك او اي حاجة منكم، بتسعدني وبتفرحني قوي والله. يعني والله انا كان عندي كام فيديو كده ما نزلتهمش، مش هتصدقوا يعني اديله يجي شهر 2 عندي ومش قادرة انزله. مش عارفة يعني، كسل جامد وحاجات ما اقولكوش يعني. و... واشغال بقى والعيال والكلام ده، وزي ما انت عارف اكيد كل ام او كل واحدة معاها عيل اكيد عارفة باللي انا بقوله. ويلا يا ربنا يخليهم لنا يا رب.
هنعمل كده شوية بسلة حلوين. والله انا بحب اكتر الجزر فيها، ليه؟ البسلة بتبقى محلية بالجزر. قطعتها كده. في ناس بتقطع قد البسلة، وفي ناس بتقطعها كبيرة شوية، انا بقطعها وسط. ادي كده البخار بتاع الحلة، مش الكاميرا مش جايبة الفراخ اللي في الحلة وكده. غسلتها غسلة جميلة، والشوربة بتاعتها فاتحة كده، مش مغمقة ولا الكلام ده كله. مين زي يا جماعة؟ يعني البوتاجاز لو اتوسخ كده حاجة او نزل عليه اي شوربة ولا اي حاجة من الاكل، لازم انضف على طول ورايا. يلا اللي زي كده يكتب لي في الكومنتات، والله بفرح قوي يا جماعة لما تكتبوا لي اي كومنت ولا حاجة منكم، يعني اي حاجة بتيجي منكم انا ببقى فرحانة ومبسوطة. واحنا اخوات، ويعني انا دايما اقول لكم انتوا اخواتي وحبايبي، وربنا يسعد ايامكم يا رب. والتاني مرة كل سنة وانتوا طيبين. يلا بقى نعايد على بعضينا في الكومنتات، عشان خاطر انا يعني افرح او اتشجع بكلامكم. بجد والله كلامكم بيشجعني قوي، والله بتحمس. انا من النوع اللي هو لو قلتولي اي كلمة حلوة اتشجع واتحمس وانزل فيديوهات اكتر. اما الفترة اللي فاتت دي لما كل ما انزل فيديو ملاقيش حاجة عليه او لايكات او كومنت حلو الكلام ده، كنت بصراحة بمل وبزهق، وكنت بزعل في نفس الوقت. ومع اني في الفيديو بتعب قوي، والمونتاج والكلام ده، واللي في المجال اليوتيوب او اللي بينزل فيديوهات والكلام ده عارف الكلام اللي انا بقوله كويس. ففرحوني ارجوكم باي كلمة حلوة ولايك منكم جميل، ان شاء الله يعني ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية تبقى احلى باذن الله. الفراخ كده سلقتها وركنتها على جنب، وبعدين هعمل ايه؟ جبت بصلايه كبيره حلوه ورحت مقطعاها، وفضلت اقلبها في السمنه وكده لغايه ما اصفرت كده شويه معايا. وبعدين رحت ايه؟ هعمل شفشق طماطم، هضرب كده درق طماطم كبير، وبعدين هطش بيه البصل. في ناس بتخلي البصلايه تبقى بيضه كده، ولكن ما بتديش الحاجه حمار. يعني مثلا لو إيه صفرنا البصلايه يعني تبقى مصفرة كده، دي بتدي للطماطم تبقى حمرة. ولكن اللي بيعملها البصلة بتبقى بيضة شوية، هو يعني بيبصوا لحتة الحموضة والكلام دوت، فبيخلوا البصلاية تبقى بيضة شوية. ولكن لو رشيتي رشة سكر، حطيتي رشة سكر في الطماطم، بتضيع الحموضة خالص. فدي نصيحة مني، تحمروا البصلاية كده وتبقى مصفرة، حطوا الطماطم عليهم، بيفرق كتير والله يا جماعة. بس بعد ما الطماطم اتسبكت قدامكم، رحت ايه؟ حاطه البسله في الطماطم بعد ما اتسبكت، وبعد ما حيقتها بالملح والفلفل الاسود والمرقه. اللي ما بيحبش المرقه ما يحطهاش طبعا، وانا طبعا مش هعلمكم، يعني ده انتوا اساتذه في الاكل، ولكن انا بحب اشارككم يومي ونبقى مع بعض كده حلوين. ركنت البسله على جنب، وهعمل شويه رز كده محمرين حلوين. الرز المحمر ده رز الصعايده يا جماعه، يعني ريحته بتجيب اخر الدنيا قسما بالله. يعني لو عملنا شويه رز ابيض مفيش ريحه خالص، يعني ما بنشملوش اي ريحه. ولكن حلو برضو. رز ابو شعريه برضو شويه، لكن الرز الحبه وحبه قسما بالله ريحته بتبقى جايبه اخر الدنيا. تبقي ماشيه في الشارع كده تعرف ان البيت ده بيعمل رز محمر. انا بقى بعمل ايه؟ انا بعمل شويه رز محمرين صغيرين كده، وبعدين اروح مكمله بالشعريه. ده بقى بيدي طعم في الاخر روعه، رز بالشعريه ومحمر في نفس الوقت. هيبقى 3 حبات، حبه محمره رز وشعريه والرز الابيض. جربوه يا جماعه وعلى ضمانتي والله جميل. هنا هنفضل نشوح في الرز شويه او الشعريه، لسه ما حطيتش الرز انا.
الشعرية ايدك فيها لان هي بتتلسع على طول. هنزل بالرز كده، كملت الرز وبعدين اشوح فيهم شوية واحط الشوربة. التشويحة الرز دي مهمة قوي. انا لو حطيت الرز وقلبته تقليبتين كده وخلاص ونزلت عليهم بالشوربة، لا بيبقى مش حلو خالص، بيبقى ني. او انت هتقولي لي طبعا مش بتظبطي العقد بتاع الرز، لا بيبقى مظبوط على الشعرة، ولكن التشويحة الرز في الاخر دي مع حبة ملح او مرقاية دي بتبقى جميلة وبيفرق قوي في طعم الرز في النهاية. انا بفضل اشوح فيهم شوية حلوين كده على النار وانزل بالشوربة السخنة، ده بيفرق في الاخر بصراحة يعني، والرز بيستوي بسرعة. ادي الشوربة بتاعتي جميلة وفاتحة وحلوة قوي. شايفين الشوربة فاتحة ازاي؟ انا بحب اتش الرز بالشوربة كده، ولكن يعني لو ما فيش شوربة عادي احنا كمصريين بنحب طعم الرز او طعم الاكل يبقى واضح. او يعني احنا كمصريين بنحب اللي هو اي حاجة قدامنا لازم تتعمل ازاي ما نعرفش يعني، لازم يعني مش بنقف على حاجة. شوية مية مكعب مرق او شوية ملح بيظبطوا. عندك شوية شوربة عادي حطيهم على الرز هيبقى حلو برضو. احنا ما بنقولش لا على حاجة، والحمد لله والحمد لله يا رب والشكر ليك، واللي يجيبه ربنا حلو. والله العظيم الاكل ده نعمة من عند ربنا، ربنا يجعلها يعني نعمة. انا بصي بقى دخلت ازاي بقى، دخلت على الفراخ ازاي بقى معرفش. الرز خلص في لحظة قدامكم. في المونتاج بقى يا جماعة، بدأت كده احمر الفراخ، حطيتها في الفيجيتار. انا بجيب الكيس الفيجيتار اللي هو الكبير دوت، بيبقى موفر قوي معايا وبصراحة طعمه حلو قوي. انا وريتهولكوا في اول الفيديو، حاجة يعني جميلة والله. يعني لو دورتوا في السوق هتلاقوه، هو يعني في كل حتة بيتباع، عند العطار وعند السوبر ماركت، كل حتة بصراحة جميل. وهو مش غالي يعني، ب22 جنيه او ب25 جنيه متهيألي. بس انا بحب احط قطعة الفراخ جوه العلبة اللي فيها الفيجيتار، او واقفل الغطا عليها واقعد اقلبها كده في الفيجيتار، تبقى متغلفة من كل ناحية. اما لو حطيتها في طبق وفضلت اقلب الفرخة يمين وشمال مش هتبقى حلوة بصراحة، مش هتتملي فيجيتار خالص، او مش هتاخد الكمية المناسبة بتاعتها. انا بحط الكمية اللي انا عايزاها في العلبة المغطى دي، وبعدين احط قطعة الفراخ فيها واقلبها زي ما انتوا شفتوا في اول ما بدأت في الفراخ، بيبقى لونها جميل وطعمها احلى. بس يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، وما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي والاشتراك في القناة. ليه والله بجد يعني انا بتشرف بيكم وبفرح جدا لما بلاقي اي كومنت ولايك حلو منكم كده. شايفين لون الفراخ تجنن قسما بالله، تحفة. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي يا رب. شايفين شكل الاكل حلو ازاي، يفتح النفس كده. طبق السلطة والفراخ المحمرة والرز ابو شعرية وشوية البسلة الحلوين دول والشوربة. ما تنسوش لايك يا جماعة للفيديو. باي.